تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير يوم أمس الاثنين 28 نوفمبر الجاري من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة من ذوي السوابق القضائية المتعددة كان يجري البحث عنه على الصعيد الوطني في قضايا إجرامية مختلفة. وجرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية تمت مباشرتها على مستوى حي أنظا لكونه كان يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الأمن الوطني بكل من أكادير زكان تكوين وأيت مليون ومن طرف مصالح الدرك الملكي بأكادير، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مختلفة تتعلق بالاتجار في مخدر الشيرة والمخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة وترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص والسرقة وشراء أشياء متحصلة من السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.